صراحة الله عجبني الحال، يعني أنا كنفتخروا يعني باش نشوفوا واحد الالتفاتة للممثلين والفنانين المراكشيين، لأن بزاف كنشوفوا كلشي كل ما يقع في هذا الشيء ديال الاحتفالات يكون في كازا في الرباط. أنا جيت سعيد الحضور باش نشوف الصديقة ديالي كريمة غيث، فضيلة بن موسى، كذلك الزبير، كذلك مجموعة من الفنانين اللي عطاو في الساحة الفنية ما شاء الله، يعني عطاو في التمثيل، عطاو في سوغ المواقع الاجتماعية، اللي عطاو واحد الإطلالة اللي هي رائعة، يعني كيوصلوا كيوصلوا شي حاجه اللي تانسبيرا منها الشباب. مثلا كما كتشوف الزبير اللي تبارك الله عنده واحد الفئه ديال الشباب اللي متبعينه وكيوصل واحد الرساله، وهادشي علاش جيت انا نشجعهم، جيت نوقف معاهم ونشوف معاهم الاحداث. بالنسبه لك انت من المؤثرين ديال الفيسبوك ولا السوشيال ميديا بصفه عامه، كيفاش تيجيك هذا التاثير في المغرب بصفه عامه؟ شوف، كاينين بعض المؤثرين اللي كيكونوا ايجابيين على الشباب، وكاين كذلك بعض المؤثرات اللي كيكونوا سلبيين على الشباب وعلى البنات المراهقات، اللي كما كنشوفوا بعض المؤثرات اللي كيحطوا ديما كل ما هو رفاهيه، يعني كيبينوا انهم في عطله واعرين، انهم في مطاعم فخمه. باغ كونتخ انا كتشوف داك الشيء كله تيكون سلبي على ديك البنت 15 ولا 16 سنه اللي كتحاول حتى هي تماكيه وتحاول تلبس، تحاول تمشي تقلب على واحد الاجنبيه، تخرج لشي خروج اللي ماشي هو داك باش انك تعيش. سي بور سا نقول المؤثرات حاولوا تعيشوا حياتكم طبيعيه، حاولوا تبينوا للشابات وتعطيهم شي حاجه اللي يستافدوا منها. اما العراو لي ريستورون والشراب والكارو راه كلشي كيعرف ليه، الله يهدي ما خلقوا صافي. غادي نشوفوك شي تجربه فنيه مقبله ان شاء الله كما كان الجزء الاول تاع الفيلم ديال شهد مع المخرجه والاعلاميه بشرى إيجورك، كاين ان شاء الله الجزء الثاني. كذلك كما قلت لهم كاين واحد الكشكول الشعبي ان شاء الله اللي غيكون من الالحان المعروفين، اللي غيكون هو عباره عن مقطع من الفنانه القادره ريموند البيضاويه، وكذلك بعض الفنانين القدام اللي غتكون على الطريقه المراكشيه ان شاء الله.